مرحبا، كيفكم؟ لفت لي نظري امبارح بوست لأحد الأصدقاء كاتب فيه حقيقة عن رغبته عن أنه ما يكون الجيش السوري جيش عقائدي. وهذا الشيء بعتقد كاتبه كرد فعل على حركة الجندي السوري أثناء دخول الجيش العربي السوري لمحافظة الحسكة وعن رفع سبابة التوحيد. هلأ نحن أنا بقول اليوم لصديقي اللي كان كاتب هذا الموضوع، أنا امبارح حقيقة علقت عنده ولكن للفائدة العامة عم بحكي بهذا الفيديو. هذا الموضوع بالنسبة لي موضوع كتير خطير لازم ينحكى فيه لسببين. أول سبب أنه نحن كلياتنا مع أنه يكون الجيش العربي السوري مؤسسة تقنية، مؤسسة محترفين، وهذا حقيقة بالإطار العام هو هذا اللي رايح فيه بهذا الاتجاه، لسبب أنه الجيش اليوم السوري هو يعني ما بقى جيش إلزامي، هو جيش من المتعاقدين اللي بيقدموا طلبات الانتساب وحسب إمكانياتهم قدرتهم على التحمل وقدرتهم على الحياة العسكرية بيتم الموافقة عليهم أو لا. وهذا الشيء يعني اليوم عم بيعطي أكثر من 99% حقيقة وأكثر من المنتسبين هم من المسلمين السنة، يعني شئنا أم أبينا، والباب مفتوح للجميع يعني، ولكن اللي منتسبين هن بأغلبيتهم الساحقة من المسلمين السنة، وهذا حقيقة رفع سبابة التوحيد جزء من دينهم. نحن مع أنه تكون مؤسسة احترافية، ولكن هذا لا يمنع اليوم أي عنصر من أعضاء عناصر الجيش أنهم يمارسوا كل الفروض المطلوبة منهم، وموضوع سبابة التوحيد ولا موضوع قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الشهادة. بكرة الخوف وهذا الخطورة بالموضوع، بكرة ممكن إذا يعني هذا الموضوع صار ثقافة عامة ممكن حدا يتطاول يقول لك هذا العسكري عم بيصلي فهو عم يعطي صورة دينية للجيش، وهذا الشيء لازم يمنع بمؤسسات الجيش. ممكن بكرة رمضان إذا صاموا يقولوا لك كيف بيصوموا هدول كاركين، الجيش لازم يكون هذا جيش محترفين، ما لازم يعطي انطباع ثاني، وبعدين بيأثر على صحتهم، بيأثر على جاهزيتهم القتالية. يعني ممكن يفتح أبواب كثير بهذا الموضوع. والأخطر من هيك حقيقة إنه طلع الناطق باسم وزارة الداخلية، ما بعرف ليش طلع يبرر بهذا الموضوع ويقعد يعني حقيقة طلع المسؤول الأمني في مدينة الحسكة وسألته هي الصحفية الهبلة، سألته عن الموضوع وتهرب بكل ذكاء، يعني كأنه جاوبها من دون ما يجاوبها. بيقوم بيطلع الناطق باسم وزارة الداخلية بيبرر الموضوع وكأنه عمل شغلة غلط. لا يا أخي البابا، مانا هذا الموضوع ما خطأ أبدا. يعني حاجة نحن يعني هذا الموضوع الخطر الثاني بالشق الثاني بهذا الفيديو، يعني عداك عن كل شيء حكيت فيه من الأساس، ولكن يعني نحن لأيمت بدنا نضل نقعد نبرر. يعني نحن كل المكونات في سوريا لازم نتفهم خصوصياتها، ولازم نفهم يعني تقاليدها وعاداتها والأشياء اللي ربيوا عليها، ونتفهم كل هذه الأشياء والخصوصية. طيب حدا سأل في يوم من الأيام نحن شو خصوصيتنا؟ ما حدا سأل. حدا بيهمه اليوم المسلمين السنة يعني حبينا ولا كرهنا نحن شو اللي بدنا إياه؟ ما حدا سأل. طيب نحن مطلوب لنا في دائما في كل مكان نحن نقعد نراعي خصوصيات الغير، وما حدا يجي يسألنا على خصوصيتنا. نحن ما عندنا خصوصيتنا واضحة وصريحة. بعدين ما لنا فضل ولا منية، بالمناسبة ما حدا يفهمني خطأ، نحن لا لنا لا فضل ولا منية على حدا بتحرير البلد. نحن قررنا وبنعرف تماما أنه نتيجة دخولنا بصراع مع النظام لإسقاطه حيكون نتيجته الموت والسحل والقهر والغرق والخيام وكل شيء والمعتقلات، وهذا كل شيء نحن بنعرفه. يعني نحن ما لا فضل ولا منية على هذا الموضوع، ومع ذلك نحن أخذنا هذا الخط ومشينا فيه للآخر، والنتيجة الحمد لله يعني يعني كانت الخسارة البشرية والثمن كلها علينا، والمكسب كان للجميع. بس بعد كل هذا الشيء ما يعني شوي راعوا يعني بالحديث، بلطف الحديث، يعني بثقافة الحديث، راعوا شوي جزء من خصوصية كمان المسلم السني اليوم اللي هو عم بيأدي وظيفته كان بمؤسسات الدولة، ولا كان عم بيأدي واجبه في المؤسسة العسكرية، ولا بكرة أثناء القتال إذا داخل على معركة وصلى بتقولوا ليش هذا عم يصلي؟ ما في جيوش بأمه وأبوها اليوم قائمة. اليوم الجيش السعودي ماشي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل قلنا عنه يعني شيء بعيبه؟ نهائيا. وليكم ما شاء الله عليهم وحامين ديارهم وحامين حدودهم وما اسمه، ونفس الشيء في سوريا. فلا نكون كتير حساسين تجاه التفاصيل، يعني مطلوب إن نحن نكون كتير حساسين تجاه تفاصيلكم، نفس الوقت أنتم
خفف شوي حساسية تجاه كل شيء بتشوفوه، ان رفع السبابة وقال لا إله إلا الله، يعني كان مفترض يكون يعني في حالة من السكر هذا الجندي لحتى ترضوا عليه، يعني روقوا شوي عليه. هذا كل الموضوع. فالخطورة حقيقة مزدوجة يعني في مكانين. أول خطورة أنه يكون الموضوع باب لحتى ينقال دائما بكرة عن الجنود لا يمارسوا يعني تفاصيل دينهم في أثناء خدمتهم العسكرية. والمكان الثاني أنه نضل نعطي بقى مجال لكل اخواننا باقي المكونات انه يروقوا علينا شوي، مثل ما نحن بنراعي كل خصوصياتهم، مطلوب ان نراعي خصوصياتهم، هن يراعوا شوي بالحدود الدنيا شوي، لا يدخلوا كثير بالتفاصيل. يعطيكم الف عافيه والعافيه.